حماس طبعات، هناك من يعتبر على ان حماس دخلت هي اللعبه السياسيه. اذا الترتيبات اللي كانت موجده. ثانيا ما يمكنش حماس غادي تجي دير عمليه بنفس الشكل بنفس القوه وهي ما عارفاش ماذا يقع في المنطقه. لان لما نتحدث على حماس او على قوى المقاومه فهي قوى منظمه عندها حساباتها. فاش كتنضج شروط معينه ماشي وقتنا باش ندخلوا فيها في لي ديتاي، بانت لوكازيون. سي تري سامبل. نهار اللي حماس ولات قادره تشوش على الجدار الالكتروني الاسرائيلي دارت العمليه باختصار شديد بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. كيفاش تم التشويش، كيفاش دارت، شنو هذيك لوبورتونيتي في ذاك النهار، سون دي ديتاي اللي كيبقاو على جنب. كيفاش؟ طبعا التطور ديال العمل ديال حماس قدرات لان الدخول لحماس لا يجب ان تتصوروا شي واحد ان اسرائيل راها كانت ناعسه كما كيحاولوا يصوروا لنا. اسرائيل كانت على علم، طبعا ماشي كانت على علم، ولكن حماس قدرات تبلوكي الشفره ديال الكوميونيكاسيون ما بين الصور الالكتروني اللي دايره الكيان الصهيوني على غزه وما بين القياده. فاش لقيت انا لوبورتونيتي انني قادر نخترقه خصني ندخل. ولكن هذه القدرات واش حماس قدرت تملكها؟ طبعا لان في هذه النقطه بالذات واحد الوقيته كانت الحرب كدار بالاسلحه اللي خصها تنقال وخصها تدار. مي بور بلوكي الكوميونيكاسيون سي ان لوجيسيال اللي كيمشي ما محتاجش ايران. ما محتاجش ايران. هذا الوهم الايراني نعطيك مثال. المسيرات او لي درون اللي كتمشي بهم حماس، مثلا فاش كناخذ انا درون اللي سميتها مزواري من صنعها تقني تونسي مزواري، داكشي سماوها مزواري، ما علاقه ايران بهذا. دابا كنسمعوا هناك مسيره مزوري مشات وهذا اللي صراحه هو تونسي. المقاومه حين كتشتغل كم بلاتفورم اللي فيها مجموعه ديال المتدخلين. التطوير مثلا الان كنسمعوا على هناك القذائف ياسين 105. قذائف ياسين 105 التي طورها ليس ايران بل طورها شخصيه ما غاديش نعطي سميتو لان مازال متواجدا في مصر، هو الذي طور الكي بي 7 ردها قذيفه ياسين 105. اذا هذا التطور اللي كاين راه ماشي بالضروري يكون هناك ايران ولا هذا. سي فري ايران عندها دور، مثلا تقول لي الكورنيت مجموعه ديال الحوايج يمكن ايران يكون عندها دور في دعمها للمقاومه لان نفس المحور، ولكن ماشي ذاك الحضور نفس الحضور اللي كاين مع الجهاد او لا. اذا القرار ديال حماس كان قرارا ليس مستقلا 100%، ولكن كان القرار ديالها هي. والحاجه الوحيده اللي الناس ما خصهاش تغلط انها تعتبر ان حماس ما كانتش حاسبه هذا الشيء. هذا هو النقاش دابا اللي ساري، وانا بغيت نتفاعل معك فيه اكثر. ان حماس ما قراش تبعات لا كانت قاريه. واليوم كيهضروا الناس على حجم الدمار، حنا كنهضروا دابا على اطفال نساء. واش كان زعما من الضروري نورطوا يعني المدنيين في غزه؟ دمار مستشفيات 500 زعما. واش حماس كي تيقول ما حسبتش؟ لا هي التقدير اللي كان من الحروب السابقه. نجيو ناخذوا الحروب السابقه على الاقل في هاد 10 سنين الاخرى 2009 حتى لدابا باش تبان لنا. من 2009 حتى لدابا ولا 2000 ديسمبر 2008 اسرائيل خدات 4 ديال الحروب كبيره اللي الوقت ديالها ما كانش يكون طويل. 2008 2009 كانت تقريبا 23 يوم هي اللي كانت في الحرب ككل. في 2012 كانت الحرب يلا فيها 8 ايام وحبسات. في 2014 كانت تقريبا 50 يوم هي اللي كانت اطول مده. وفي 2021 كانت فيها تقريبا 11 يوم. اذا الحسابات ديال حماس كانت هي دي اون استيماسيون اننا ما غاديش نفوتوا واحد 20 يوم شهر ديال الحرب. اللي قوه الكيان الصهيوني هو التواجد ديال البوارج الامريكيه في البحر الابيض المتوسط. يعني اسرائيل داخله المعركه وهي محميه من طرف الولايات المتحده الامريكيه، وكذلك محميه من طرف الاوروبيين اللي ما كنشرحش قبيله حول ما يقع في حيفا والبترول وهذا. اذا كانت متاكده على ان لن تتعرض لضغوط كبيره من طرف المجتمع الدولي باش توقف الحرب، لان دائما الحرب كانت تتوقف بعدا. وهذا غادي يخليني نربطه بحاجه اخرى اللي ضروري خصنا نناقشوها، لان فاش كنحلوا القضيه الفلسطينيه ما يمكنش نفهموها خارج سياق التاريخ. إلا رجعنا لأكبر معركة أو لأكبر حصار اللي كان داروا الكيان الصهيوني هو الحصار بيروت في 82. في 82 الحصار ديال بيروت دام 80 يوما ديال الحصار، ولكن جاء من بعد شنو؟ جاء من بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر.
الآن ما تقوم به إسرائيل لأنها محمية من كذلك عندها ضمانات أن الدول التي طبعت معها غادي تستمر في التطبيع وغادي تعتبر راسها أنها شريكة فيما يقع. إذا فاش كتكون معركتنا ديال ضد التطبيع وتنعتبروا التطبيع الجريم ديالو مجموعة ديال الحوايج لهذه القراءات، أن إسرائيل فاش كدير مجموعة ديال الاتفاقيات مع المناطق كتضمن الحياد ديال هذه الحكومات. الحياد ديال هذه الحكومات يطلق يد إسرائيل فيما تقوم به. اذا المغرب ما يمكنش يسحب ذاك المكتب اللي عنده تما. شحال دابا ديال شحال داز دابا ديال اليوم؟ إلا قارنا مثلا المواقف ديال الدول ديال المنطقه، الموقف هو هذا يبقى في حدود البلاغات مثلا. ممكن اليوم البحرين سحبات السفير ديالها، اليوم سحباته. إلا قارنا هذه المواقف مع المواقف لا ديال بوليفيا لا ديال الشيلي لا ديال كولومبيا، دول امريكا اللاتينيه كامله اللي كانت عندها سفراء في الكيان الصهيوني سحباتهم من بعد ان سمان 10 ايام ديال الحرب سحباتهم. حنا شنو كنديروا؟ ولكن حنا الاردن والبحرين ما يمكنش فتحي اللي قلتي. لا تنقول لك الاردن سحبت السفير لان الضغط ديالها نظرا للضغط الجماهيري اللي كاين لا في الاردن لا في البحرين هو اللي خلى هذه الحكومات ياخذوا هذا الضغط الشعبي. طبعا اذا الضغط الشعبي والعملي. الاردن مثلا المجيء ديال العراقيين للحدود الاردنيه مشكل ضغط على الحكومه الاردنيه. كذلك الازمه الاقتصاديه اللي كتعيشها الاردن مخلينا تاخذ هذا النوع من القرارات باش على الاقل تكالمي لو تيران عندها الداخل. شنو اللي كيمنع ايران مثلا سي عزيز بحكم يعني انت اللي عندك المعطيات، شنو كيمنع ايران زعما حزب الله يدخل في حرب مادام الامر وصل لهذا المستوى من فيما يتعلق واخا ايران ما نجاوبكش على حزب الله. يعني كنشوف امريكا دخلت طول وعرض. امريكا ما دخلتش في المعركه. ولكن بعد صيفطت مثلا لا المعطيات الدقيقه اللي كاينه لان اصلا حامله الطائرات الامريكيه الصواريخ اللي فيها ما يمكنش تخدم في غزه. ما يمكنش امبوسيبل. اذا شركه نشر في الاعلام كذوب. لا انها تماك وحتى الدور ديال الامريكان في البحر الابيض المتوسط صرحوا بشكل واضح ان دورنا للردع يعني منع التدخل الايراني او لا. الان هذا الشيء اللي كاين الصواريخ ديال اليمن يمكن صواريخ كروز اللي كاينه في حامله الطائرات الامريكيه ان توقف الصواريخ الباليستيه. اما اللي كان تيهضروا عليه واحد الوقيته هي انزال ديال المارينز في غزه وهذا الشيء باقي ما دارش. فيما يتعلق بحزب الله والموقف ديالو ربما غدا حدا اليوم الخميس غدا الجمعه مع الجوج كاين خطاب ديال حسن نصر الله. العالم ينتظر الخطاب ديال حسن نصر الله ماذا سيقول. علاش؟ لان من بعد رجع النقاط ديال الخطاب او على الاقل قراءات فيما يمكن ان يكون في الخطاب. لان الدور ديال حزب الله والكثير يتساءلون علاش منين بدات الحرب ما بانش حسن نصر الله. كل شيء كيتساءل علاش ما دارش. هنا فين كتجي الحنكه السياسيه. اول شيء ان حسن نصر الله اذا ظهر واعلن اي شيء في بدايه ديال الحرب العالم سيعتبر على ان الحرب ما بين اسرائيل وحزب الله. اذا كل شيء غيكون ضد فلسطين في حين على ان الحرب ماشي ضد حزب الله، الحرب على غزه. اذا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه رجوع حسن نصر الله للوراء خلى قياده حماس هي اللي تقود المعركه الاعلاميه. لان حتى اليوم هانيه دارت 3 4 ديال التصريحات، خالد مشعل دار 2، ابو عبيده كيخرج دو طون زاوتر باش كيعطي. يعني مخلي قياده ديال حماس كوم كوا ان المعركه ما بين الكيان الصهيوني وما بين حماس.